اوعى تظن ان السعادة في المال، لا وربي. اجدادنا وابائنا كانوا دايما ايه يدعوا بهذا الدعاء: يا رب موتني وانا بصحتي. ايه الموضوع؟ يقول لك يا ابني لما تموت كده بصحتك ما تتعبش حد معاك في دنيتك، ومحدش يقوم على خدمتك، ولا حد يشطفك ويغسلك، دي نعمة لا تقدر بمال. كم مرة شكرت ربنا عن نعمة الصحة دي، ان انت بتقضي حاجتك بنفسك. رجل مليونير عنده عقارات وسيارات وعقارات ما شاء الله، عمل حادثة، زوجته ماتت وأصبح وحيد. السائق هو الوحيد اللي نجا من هذا الحادث. هذا الرجل أصيب بشلل كامل نتج الحادثة، شلل كامل، أصبح طريح الفراش، لا حول به ولا قوة. السائق كان عنده وفاء، هو اللي بقى يقوم لهذا الرجل على خدمته، هو اللي قائم عليه، طعام شراب دواء، وهو اللي بيقضي له حاجته، وهو اللي بيلبسه. الراجل بيأتي بالليل، السائق طول النهار تعبان شغال قائم على خدمته، بالليل يقول أريد أن أحك في ظهري، عايز يهرش، مش قادر، ما هو عنده شلل كامل. يبكي ويرفع بصره إلى السماء: يا رب خد مالي كله واديني بس ايد احك بيها في ظهري. كم مرة شكرت ربنا على ان انت ايدك بتاكل بيها كم مرة احنا عندنا نعم كثيرة اخرى. عندنا من النعم ما لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رجل آخر كان في الحرم لابس عباءة كده، دخل على رجل كده، رجل بيقرأ في المصحف، في القرآن، ماسك المصحف بيقرأ. يقول هذا الرجل: رأيت هذا الرجل واقف أمامي يدقق فيه، عمال يعني ينظر إلي بنظرات فيها من التعجب. قال لعله يعرفني، انصرف ومضى. بعد فترة جاء مرة أخرى ووقف أمامي ينظر إلي بنظرات عجيبة. قلت لعله يعرفني أو لا أعرف ما الأمر. في المرة الثالثة جاء ثم نظر إلي، فقلت له بصوت مرتفع: يا أخي لماذا تنظر إلي هكذا؟ بصوت عالي. قال له: يا أخي مهلا اصبر كده وهد. أنا رجل مقطوع اليدين. كشف عن بالعباءة، لا ايده مقطوعة، فبينظر إليه وهو ماسك المصحف، يتمنى أنه هو يمسك المصحف. تخيل، ما أنت عندك نعم كثيرة بس أنت مش حاسس. الشاهد قال له: يا أخي أنا أريد أن أقضي حاجتي، أنا عايز أدخل أقضي حاجتي، تساعدني؟ تفضل. واعتذر له: اعذرني يا أخي، والله أنا ما أعرف إن أنت يعني هكذا. دخل معاه، انتظروا، ثم دخلوا كده شطفوا غسلوا وقضى له حاجته. أول لما الرجل خرج من قضاء الحاجة رفع بصره إلى السماء المقطوع اليدين، قال: الحمد لله وحده، فهو الذي أخذ مني يدي، وهو الذي يسخر لي من يقضي لي حاجتي. ورغم ذلك بيحمد ربنا.